بصراحة النهاردة افتكرت كأس العالم، افتكرت قطر. معقولة مر أسبوع بحاله على نهائي كأس العالم بقطر، فرنسا والأرجنتين، والنهائي اللي كان عظيم جدا 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 على استاد لوسيل. بصراحة كان استاد عالمي بصراحة، والتنظيم كان عالي جدا جدا جدا. فرنسا والأرجنتين كنت نفسي المباراة تنتهي 4-3 لأي حد فيهم، بغض النظر عن ضربات الترجيح. بصراحة لو كان انتهت 4-3 أثناء المباراة لأي فريق فيهم أو لأي منتخب فيهم، بصراحة كان به نهائي تاريخي، كان فضل نهائي تاريخي. خد عندك 60-70 سنة لقدام. للأسف الحاجة الوحيدة اللي حصلت إن النهائي ما كانش منتهي بفوز أحد الطرفين، انتهى بضربات الترجيح. عشان كده هي الحاجة الوحيدة دي اللي كانت عند قطر، ولكن البطولة كانت تنظيم، استعداد ملاعب، النجيلة، أي حاجة كانت بصراحة فوق الخيال. بصراحة لا، كانت بصراحة دولة قطر كانت مستعدة لكأس العالم، تنظيم عالمي، تنظيم على أعلى مستوى. بصراحة شفنا كرة، اتمتعنا بالكرة، اتمتعنا بالفرق العالمية، اتمتعنا بنهائي جميل جدا، اتمتعنا بكل حاجة، مش بالاستادات بس، لا اتمتعنا بالشوارع، بالدروب، يعني درب لوسيل، يعني حاجات كتيرة جدا بصراحة. تغطية عالمية من دولة قطر لكأس العالم، ما حرموناش من البطولة، لا كنا بنتفرج، كنا بنسمع النهاردة مباراة، النهاردة مباراتين، لا كنا مستمتعين بصراحة. يعني استعداد قيم جدا 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 لدولة قطر بصراحة، لأني عاشقين للكرة، تحس انهم شعب عاشقين للكرة بغض النظر على المنتخب بتاعهم. انا اول مرة اشوف منتخب صاحب الارض يخرج من البطولة وما نحسش ان هو خرج من البطولة، لا حاسين ان احنا الدولة دي لسه بتلعب معانا، حاسين ان هي منتخب ثالث مع اي منتخبين بيلعبوا كورة. تحس ان لا، قطر موجودة فعلا، وبالفعل ما حسيناش بغياب المنتخب القطري طيلة كاس العالم. لا كنا ما حاسينش بكده بصراحة، كنا التغطية كانت جميلة جدا 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 بصراحة، يعني استعداد رهيب، استعداد مهول بصراحة من دولة قطر لكاس العالم. بصراحة أتمنى يعني يا ريت لو أوروبا تتلعب في قطر، أتمنى لو مثلا ينفع أفريقيا تتلعب في قطر دي بصراحة. يعني مش عاوزين ننسى اللي حصل على استادات قطر والملاعب اللي اتلعب عليها كأس العالم، اللي أخذته الأرجنتين بضربات الترجيح من فرنسا. ولكن كنت أتمنى المباراة تخرج بنتيجة بعيد عن ضربات الترجيح، ولكن للأسف الشديد إني ما حصلش كده. كنت نفسي يحصل كده، كان هيكون نهائي تاريخي. خد عندك زي ما قلت 60-70 سنة لقدام عشان خاطر يحصل نهائي زي اللي حصل دون بين فرنسا والأرجنتين، كانوا ند الند بصراحة. شرفوا العرب كله بصراحة بتنظيم جيد جدا جدا جدا، سيستم معمول يعني بأحدث الأجهزة التقنية. لا بصراحة قطر بصراحة عملت كل حاجة في كأس العالم، ما خلتش ولا حاجة، المكان كانت كاملة من عندها، والكمال لله وحده. دولة قطر يكفي انها حافظت على المبادئ الإسلامية، عن الشريعة الإسلامية. ما حدش قدر ينزل بأي خمور في الملاعب، في الاستادات، في الشوارع، ما شفناش الكلام دون الأهم، ودون اللي نجح البطولة. انك انت لازم تعتمد على مبادئك وعلى شريعتك. فخورين كلنا كعرب باللي بتعمله قطر للعالم كله، بالاستضافة الجميلة. لا كانت بصراحة فوق العادة. قطر بصراحة كان تنظيم عالمي جدا جدا جدا. لذلك والله لما افتكرت النهاردة كده ازاي عدى اسبوع يا ربي على كاس العالم وعلى النهائي الجميل اللي طلع، اللي محزنني ازاي الاستادات دي حتشال كده. يعني انا ده حاجة محزناني، ازاي حتشال دي الاستادات دي تشال ليه؟ لا دي استادات المفروض تبقى تاريخية في قطر. كذا دولة لعبت على الاستادات دي، يعني المفروض لا. انا يعني دي حاجة بصراحة مزعلاني، بس دي هي حرة تعمل اللي هي عاوزاها على ارضها، بس الاستادات دي المفروض
كانت تقعد زي ما هي كده. ما ينفعش سايح أو مش ما ينفعش، يعني هي من الانبهار ان سايح يجي تاني لقطر يبص في المكان اللي هو كان بيتفرج فيه على مباراة بين منتخبين يلاقيه بقى حاجة تاني. يعني هو دي حاجة بصراحة يعني لقطر مش عليها. يعني انا لسه كنت بتفرج على لعيبه، على منتخبين بيلعبوا كوره هنا، ازاي بقى بالحضاره دي وازاي غيروه للسيستم دون. يعني هي حاجه خياليه بصراحه. يعني استاد انا كنت بلعب عليه او كنت شايف منتخبين بيلعبوا عليه كوره، اجي الاقيه منتزه، الاقيه مثلا جنينه فخمه، الاقيه مثلا حاجه تانية. يعني بص هي حاجه بصراحه من الخيال بصراحه. لا دوله قطر بصراحه يعني شابو شابو شابو. يعني ميرسي جدا لدوله قطر، التنظيم المشرف للدول العربيه كلها. يعني تنظيم بصراحه شرفنا كلنا، ما شرفش قطر لوحدها، لا شرفنا كلنا بنقول قطر عربيه. لا بصراحه يعني شابوه دولة قطر، شابوه اللي عملوه في الاستادات، شابوه اللي عملوه كاستعدادات لكأس العالم. التغطية ما حرموناش من المباريات، كان يوميا مباراتين. لا بصراحة تنظيم مشرف جدا جدا جدا. شابوه دولة قطر، ميرسي جدا.